الوقت هذا على مود يكون شوي هدوء، فالطالبة تاخذ راحتها. لما يكون اكو سيارات وهوسة وجهاية ودراجات وما اعرف شنو، الطالبة تظل يتشتت تفكيرها وتركيزها. فكل ما يكون هيجي هدوء كل ما تتركز اكثر، تفتهم اكثر، تتعلم اكثر، وتحب السياقة، ما يصير عندها ارباك وخوف. فهذا الشيء اللي احنا مفتقدينه طبعا، لانه الاكثريه نزليها للشارع العام ويا الازدحامات وخل تتعلم. طبعا غلط. ليش؟ لانه الشارع العام هيك رأسا ما يعلم. كل شيء اني اريد اعلم به الطالبه لازم اجيها بالتدريج، يعني اتخيلها مثل الطالب اللي يدرس صف اول شيء، صف اول، وبعدين صف ثاني، درس الابتدائية، كملها للمتوسطة، رجع خلص الإعدادية ودخل الكلية. فأني هيك أعتبرها طالب عقله. المنتج الطالبة تتعلم صياغة، خصوصا اللي ما تعرفون يسوقن بالبداية، يعني نهاية